السلام عليكم، ايه الاخبار؟ حضروا كوبايه الشاي او النسكافيه وتعالوا نحضر الكشري بتاع المحلات بالظبط بنفس التكات بتاعته كلها، وصلصه المحلات والبصل المقرمش، واكيد لازم نحضر الدقه وشطه الزيت والصلصه بتاعت كشري المحلات. يلا نبدا مع بعض. اول حاجه خالص كنت بدات الصبح ان انا نقعت الحمص لمده ساعتين، بعد كده غيرت له الميه بتاعته وضفت عليه كمان فص ثوم وكزبره وكمون وشطه، وضفت عليه معلقه صغيره من البهارات وطماطميه او معلقه من الصلصه، وبعد كده رفعته على النار وسبته لغايه ما الكشري استوى تمام. والعدس كان منقوع في ميه مغليه، بعد كده رفعته على النار بعد ما اتنقع لمده نص ساعه، ابتديت ان انا اضيف معاه معلقه من الكمون، وقبل ما يقرب يستوي ضفت له كمان الملح بتاعه. كده في خطوه واحده بس باقيه للعدس هقول لكم عليها اول ما نحضر البصل بتاع الكشري. واساس الطعم بتاع الكشري بتاع المحلات بيكون البصل المقرمش او الورد. يلا نبتدي نحضره مع بعض وهيفضل مقرمش معاكم لتاني يوم. اول حاجه خالص بنبتدي ان انا نقطع البصل بتاعنا شرايح او جوليان بالطريقه دي، اهم حاجه ان هو يكون شرايح رفيعه، ولازم نتاكد ان البصل بتاعنا ناشف وما فيهوش ولا نقطه ميه، ولكل بصله بضيف لها نص معلقه من النشا ونص معلقه من الدقيق. بعد كده ببتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا بالطريقه دي لغايه ما بتاكد ان الدقيق والنشا غلفوا كل حبات البصل، ما بقاش فيه اي جزء من البصل مش متغلف بيها. وفي الوقت ده بكون مجهزه طاسه او حله عندي بكون فيها ضايفه فيها زيت، يعني يفضل ان هو يكون زيت غزير شويه. واول ما الزيت بيبتدي يسخن باخد جزء من البصل، طبعا باخد كميه قليله جدا، وابتدي ان انا انخلهم كده كويس جدا بحيث ان انا انزل منهم الدقيق والنشا الزياده، وبعد كده بنزلهم في الطاسه. بلاحظ ان انا مش بملى الطاسه او بنزل فيها كميه كبيره زي ما انتم شايفين الكميه اللي انا كنت ضايفاها. بعد كده باخدها انزلها على مصفى وبسيبها في المصفى لغايه ما بتتصفى كويس جدا، وبعد كده ببتدي ان انا افردها على صينيه، مش بطلعه على مناديل خالص. وبعد ما بيبرد شويه في المصفى وينزل الزيت الزياده اللي فيه ببتدي ان انا افرده على الصينيه